قبل ما نبدأ، ده فيلم سوبرمان الجديد واللي هنشوف فيه قصة جديدة تماما عن أي فيلم فات، وهنشوف كمان أول ظهور للكلب الخارق كريبتو، وهنشوف وحوش وكائنات غريبة في مواجهة سوبرمان، وبرضه هنشوف أبطال خارقين جداد. فتابعوا معانا الملخص كله عشان تعرفوا القصة، ولو حابين إن احنا نلخص كل أفلام سوبرمان قولوا لنا تحت في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتحاولوا توصلوا الفيديو ده ل 5000 لايك عشان تشجعونا إن احنا ننزل فيديوهات أكتر وأكتر. وتعالى بقى نبدأ الفيلم. فيلمنا بيبدأ في القطب الجنوبي، وفجأة بنشوف سوبرمان وهو بيقع بعد معركة صعبة بسبب انه حاول يمنع احتلال عسكري من دولة اسمها بورافيا ضد دولة تانية اسمها جورامبور، وبيكون باين عليه اثار ضرب ومش قادر يحرك جسمه. وبنشوفه وهو بيصفر للكلب بتاعه اللي على طول بيجيله، وبنعرف ان اسمه كريبتو، وبيطلب منه انه ياخده للبيت، وفعلا بيشده ناحية البيت اللي بيطلع من تحت الارض واللي معروف باسم قلعة العزلة، وبيبقى مش بيفتح الا بوجود سوبرمان وبس. وفعلا ساعتها الباب بيفتح وبيقدروا انهم يدخلوا، وساعتها الروبوتات اللي في المكان بتجري على سوبرمان علشان تساعده، وبيشيلوه علشان ياخدوه يتعالج، وكمان بيشغل له رسالة من أهله الحقيقيين اللي بيبقوا من كوكب كريبتون. والرسالة بتكون عبارة عن أبوه وأمه، وهم بيقولوا له إنهم بيحبوه جدا، وإنهم بعتوه لكوكب الأرض علشان ينقذوه من المصير اللي مستني كوكبهم، وإن هو أملهم الوحيد. لكن فجأة التسجيل بيقطع، وبنعرف إن باقي الرسالة ضاعت وهي في طريقها لكوكب الأرض. الروبوتات بتعرفوا إن جسمه فيه 14 عظمة مكسورة وفيه إصابات كتيرة جدا، وبيبدأوا يعرضوه لأشعة الشمس علشان يتعالج. وبنعرف إن سوبرمان بياخد طاقته من الشمس، وبتقدر إنها تعالجه في نفس الوقت من اي اضرار، وفعلا بيرجع من تاني لقوته. لكن الروبوتات بتقوله انه اتعافى بنسبة 80% وان المفروض يستريح، بس بيرفض وبيقول لهم انه لازم يرجع لمعركته تاني. وفعلا بيطير وبيتحرك في اتجاه المعركة. وعلى الجانب التاني بنشوف واحدة من البشر المتحولين، وبنعرف ان اسمها انجيلا، وبتكون بتدور على سوبرمان بس مش بتقدر تحدد مكانه. لكن فجأة بتشوفه وهو طاير قدامها، وبتبلغ قائدها انه رجع تاني للمعركة. وبعدها بنشوف كائن غريب وبيكون اسمه هامر برافيا، وبيفضل يخرب في كل المدينة. وبنعرف ان هو ده اللي كان في المعركة مع سوبرمان وقدر انه يتغلب عليه زي ما شفنا في الاول. وبنروح بعدها لواحد اسمه لوثر، وبنعرف انه بيكره سوبرمان جدا، وان هو اللي عمل الكائن ده مخصوص علشان يحارب سوبرمان ويخلص منه. وساعتها بيكون سوبرمان وصل من تاني وبيدخل في معركة مع هامر، وبناخد بالنا ان لوثر بيكون هو المتحكم في هامر اثناء المعركة عن طريق اكواد بيبعتها له علشان يضربوا ضربات معينة، وهامر يبقى متفوق على سوبرمان وبيقدر انه يخلص عليه، وبيرميه بقوة كبيرة جدا في اتجاه الارض. وبنعرف ان لوثر فضل سنين يدرس حركات سوبرمان لحد ما قدر يصنع هامر ويبرمجه علشان يتوقع كل حركة من حركات سوبرمان ويقدر يخلص عليه بكل سهولة. وبنروح بعدها لسوبرمان اللي بيكون مرمي في الارض، وبنشوف واحد من اللي واقفين بيحاول يساعده، وبيقول له ان هو ساعدهم كتير قبل كده وان جه الوقت علشان يساعدوه. ولما بيحاول يطير من تاني علشان يرجع للمعركة مش بيقدر، والناس كلها بتبقى متعاطفة معاه. وبناخد بالنا ان لوثر اتعرف على الشخص اللي ساعد سوبرمان واللي بيبقى اسمه مالك. وبعدها انجيلا بتتواصل معاه وبتعرفه انها عرفت مكان قلعة العزلة، ولما قربت منها اختفت بالكامل تحت الارض. فلوثر بيطلب منها انها ترجع لعنده. وبعدها بنشوف هامر وصل لقاعدة عسكرية وبيدخل منها ببوابة بترجعه للمقر الاساسي بتاع لوثر، والكل بيرحب بيه وبيبقوا مبسوطين جدا منه. وفي تاني يوم بنشوف كلارك واللي هو سوبرمان وهو في طريقه لشغله عادي، وبنعرف انه شغال صحفي. واثناء دخوله للشركة بيشوف شرطي بيقرا مقالة عن الكائن الغريب اللي اسمه هامر وعن الاضرار اللي عملها في المدينة. وبنعرف ان كلارك هو اللي كاتب المقالة دي بعد معركته معاه. وبعد ما بيدخل شغله بتجيله مكالمة من امه وابوه بالتبني علشان يباركوله على المقالة اللي كتبها لانها طلعت ترند واتصدرت عناوين الصحف. وبعدها بتروح لحبيبته لويس وبتبدأ تسأله عن هامر وعن اللي بيعمله في المدينة. صديقهم جيمي بيعرفهم ان بسبب الخراب اللي عمله حصل اضرار مادية تجاوزت ال20 مليون. وعلى التلفزيون بيشوفوا رئيس دولة بورافيا اللي بيكون متعصب بسبب ان دولته كانت على علاقة كويسة مع امريكا ومحدش بيدخل في شؤون التاني، لحد ما جه سوبرمان ومنع جذوهم لدولة جورامبور. وعلى الجانب التاني بنشوف لوثر وهو مجمع اهم ناس في الدولة وبيستعرض جوه الجيش الخارق وجنوده زي هامر وانجيلا وكمان مجموعة روبوتات وبيبقى اسمهم الرابتورز، وبيحاول يقنعهم انهم يستثمروا فيهم. وكمان بيحاول يشوه صورة سوبرمان قدامهم وبيقول لهم انه خطر على الكوكب كله، لكنهم بيعرضوه بيعرفوه ان سوبرمان انقذهم قبل كده كتير وان ليه شعبية كبيرة عند الناس. وعلى الرغم من كده لوثر بيبقى مصمم ان سوبرمان خطر عليهم كلهم. وبنروح بعدها للويس اللي لما بتوصل بيتها بتتفاجئ بوجود كلارك هناك، وبيبداوا يتكلموا اكتر عن هامر وعن الدمار اللي بيسببه. وكلارك بيطلب منها انها تعمل معاه مقابلة صحفية وتسجلها بصوته علشان تنشرها للناس، وفعلا بتوافق. وبتبدأ تسأله عن الهجوم الاعلامي اللي عليه الفترة دي، وبتقوله ان تصرفاته خلت وزير الدفاع الامريكي يفتح تحقيق في بورافيا. فكلارك بيرد وبيقول لها انه سافر جورامبور اثناء غزو بورافيا وقدر انه يوقف الحرب بدون ضحايا، وقابل رئيس بورافيا وهدده
له ان لو جرب يغزو جرامبور مرة تانية هيخلص عليه هو وجيشه. وبعدها بيكمل كلامه وبيقول لها انه حاسس ان حكومة بورافيا عندها نوايا مش كويسة. فلويس بتسأله انه استأذن قبل ما يدخل المجال الجوي التابع ليهم، فكلارك قال لها انه دخل من نفسه لانه كان شايف ان ارواح ناس كتير في خطر وكان لازم يساعدهم، بس قالت له ان بسبب اللي عمله بقى فيه هجوم عليه كبير من الناس على مواقع التواصل، وان الناس كلها بدأت تتكلم عليه وتشك في تصرفاته لانه كائن فضائي ومش بينتمي ليهم. فكلارك بيتعصب وبيقول لها انه مش مهتم لكلام اي حد وان الاهم عنده انه ينقذ ارواح الناس اللي كانت هتموت. وبعدها بيهدى وبيقول لها ان اهله بعتوه هنا وهو طفل صغير بعد ما كوكبهم اتدمر علشان يكبر ويخدم البشريه ويساعد في ان الارض تكون مكان افضل، وانه فعلا بيحاول ينفذ رسالتهم. لكن لويس بتقوله ان في جزء كبير من الناس بتشك انه هنا الغزو الارض وانه مش غرضه حمايه الناس زي ما هو بيقول. فبيتعصب كلارك من كلامها وبيقرر انه ينهي المقابله. فلويس بتتضايق منه وبتقوله انها كده مش هتقدر تكمل في علاقته معاه. فكلارك بيتضايق جدا وبيسيبها وبيمشي. وعلى الجانب التاني بنشوف لوثر وفريقه بعد ما وصلوا للقطب الجنوبي علشان يدخلوا لقلعه العزله ويحاول يلاقي اي دليل على سوبرمان علشان يشوه صورته قدام العالم. والغريب ان لما لوثر بيقرب من القلعه بتظهر والباب بيفتح بدون اي مشاكل وبيبداوا يهجموا على كل الموجودين في المكان وبيخلصوا عليهم بكل سهوله. لكن فجاه بيظهر الكلب كريبتو وبيهجم على انجيلا، لكنها بتقدر انها تسيطر عليه وبتغطي وشه بماده من جسمها. وساعتها لوثر بيطلب من انجيلا انها تخترق الجهاز اللي كان متسجل عليه رساله اهل سوبرمان ليه، وفعلا بتبدا تخترق الجهاز عن طريق ماده بتخرج من جسمها. وساعتها بتظهر الرساله اللي كانت جايه مع سوبرمان من اهله، وبتحاول انجيلا انها تصلح العطل اللي في باقي الرساله. وبعد شويه فعلا بتقدر انها تصلحها وبكده بتكون الرساله كامله فعلا مع لوثر. وبعدها بنرجع للمدينه وبنشوف رجاله لوثر وهم معاهم صندوق وبيكون فيه كائن صغير، ولوثر بيطلب منهم انهم يسيبوه في المدينه علشان يشغل سوبرمان لحد ما هو يدخل لقلعه العزله وياخد منها اللي هو عايزه ويرجع. وفعلا ساعتها بيحرروا الكائن. وفي تاني يوم بنتفاجئ ان الكائن ده حجمه كبر جدا وبيهاجم المدينه، وسوبرمان بيوصل قبل ما يدوس على كلب وبيقدر انه ينقذه وبيبدا يهاجمه بكل قوته، لكنه بيبقى اقوى منه بمراحل. وكمان بيقدر انه يطلع نار من بقه ويحرق كل حاجه قدامه. وسوبرمان بيطلع لفوق وبينزل وبيهجم عليه بضربه قويه جدا، لكن برضه بيكون بدون فايده وبيحاول انه ينقذ الناس على قد ما يقدر. وفجاه بيظهر مجموعه ابطال خارقين وبيكون اسمهم فرقه العداله، والفرقه دي متكونه من 3 ابطال وهم هوك جيرل وجرين لانتر ومستر ترافيك. وبيبداوا انهم يساعدوا سوبرمان في التخلص من الوحش اللي موجود. وبيقدر جرين لانتر انه يصنع طوق ويسيطر بيه على الوحش، وهوك جيرل هي كمان بتبدا تهاجمه. واثناء المعركه بيحاول سوبرمان انه يحافظ على ارواح الناس بكل الطرق، ومستر ترافيك بيقدر انه يدخل قنابل جوه جسم الوحش ويتحكم فيها وبيخليها تنفجر جوه جسمه. وبكده بيكونوا خلصوا منه بعد معركه صعبه جدا وبدون اي اضرار. لكن فجاه بتظهر على كل الشاشات اخبار عن سوبرمان، وبنشوف ان لوثر طالع في لقاء على الهواء وكمان بينشر الرساله بتاعت اهل سوبرمان. وساعتها بتكون الرساله كامله وبتتذاع على الهواء، وبيطلع ان الجزء الثاني من رساله اهله بيقولوا له فيها ان البشر كائنات ضعيفه واغبياء وانهم باعتينه هنا عشان يسيطر على البشر ويحكم الارض كلها. وساعتها لوثر بيقدر فعلا انه يشوه صورته قدام العالم كله، والناس كلها بتكون مصدومه من اللي سمعته وفعلا بيبداوا يهاجموه. وساعتها بيدخل سوبرمان جوه مبنى وبيبقى مصدوم من اللي حصل، وجرين لانتر وباقي الفريق بيروحوا وبيسالوه عن الرساله وهل هي حقيقيه فعلا ولا لا. فبيقولوا لهم سوبرمان ان الجزء الاول منه حقيقي وانه عمره ما سمع باقي الرساله لانها كانت بايظه. لكن مستر ترافيك بيقول له ان الخبراء قالوا ان الرساله حقيقيه ومستحيل انها تكون متفبركه. ولما بيسالوا ازاي لوثر وصل للرساله ساعتها بيطير بسرعه من قدامهم وبيروح في اتجاه قلعه العزله لانه بكده عرف ان لوثر وصل لهناك. ولما بيوصل بيلاقي المكان كله متدمر وواحد من الروبوتات بيبقى لسه شغال، وبيسالوا عن اللي حصل وازاي لوثر دخل المكان، لكن بيقول انه ما يعرفش اي حاجه وانه حاول يدافع عن المكان لكنه فشل. وبعدها سوبرمان بيلاحظ ان الكلب كريبتو مش موجود في المكان، فبيروح بسرعه لمقر شركه لوثر وبيساله عن مكان كريبتو، لكن لوثر بيقول انه ما يعرفش هو بيتكلم عن ايه وبينكر انه خد الكلب. وساعتها سوبرمان بيمشي، وعلى الجانب التاني بنشوف قاده العالم وهم متجمعين وبيناقشوا خطر سوبرمان على الكوكب. وكمان رئيس بورافيا طلع في لقاء وقال ان سوبرمان دخل بلده علشان يسيطر على الشعب وانه كان عاوز يوقف الحرب على جرامبور لاسباب خفيه. وبعد اللقاء بيرجع لمكتبه وبيفتح باب سري بيوديه لوثر عن طريق بوابه، ولما بيقابل لوثر بيكون فاكر انه مزور الرساله بتاعت اهل سوبرمان، لكن لوثر بيقول له ان الرساله حقيقيه وان فعلا سوبرمان مجرم وانهم لازم يتخلصوا منه باي طريقه. وبعدها بنشوف سوبرمان اللي بيكون عند لويس اللي بتستغرب انه عنده كلب خارق لانها ما كانتش تعرف. وبعدها بيقول لها ان الرساله اللي اتذاعت مش حقيقيه وانه ما سمعش غير الجزء الاول منها، وان اكيد اهله ما بعتوهوش لكوكب الارض عشان يسيطر عليه وانهم بعتوه لخدمه شعبها
وحمايتها، وانه اصلا مش عاوز يحكم الارض. وساعتها لويس بتقول له انها مصدقاه وبتثق فيه وبتشجعه وبتقول له انه يحاول يثبت للناس الحقيقه، لكنه بيقول لها انه هيسلم نفسه عشان يقدر يوصل لكريبتو ويساعده، لانه وعده انه هيحميه. وفعلا في تاني يوم بيسلم نفسه لجنود لوثر اللي بياخدوا القاعده سريه في الصحراء، وبيدخلوا من بوابه زمنيه بتوديهم لكون تاني موازي. وهناك بيشوف لوثر اللي بيعرفه ان هنا في سجن هو اللي صنعه بالكامل، وانه كمان هيتسجن مع كائن اسمه ريكس اللي بيقدر يغير شكله لاي عنصر من العناصر. وساعتها لوثر بيأمره انه يحول ايده لعنصر الكريبتو علشان يضعف قوه سوبرمان، وبيضطر انه يوافق لان لوثر بيكون حابس ابنه وبيهدده بيه. وسوبرمان بيشوف كريبتو اللي موجود في نفس السجن اللي هو فيه، وكمان بيشوف اشخاص تانية كتير لوثر بيكون حابسهم. وعلى الجانب التاني بنشوف الاخبار اللي بتذيع خبر غزو بروفيا على دولة جيرامبور بعد يوم واحد بس من سجن سوبرمان. وبنشوف لويس وهي بتدور ورا شركة لوثر، وبتعرف انها بتبيع اسلحة لدولة بروفيا بسعر قليل جدا، وبتبقى مستغربة وعاوزة تعرف ايه السبب. وبعدها جيمي بيروح يقابل ايف حبيبة لوثر اللي بتقوله على كل المعلومات اللي تعرفها لانها بتكون معجبة بيه. وجيمي بيعرف من حبيبة لوثر ان سوبرمان محبوس في كون موازي تبع لوثر، وساعتها بيروح يقول للويس على طول. وبنرجع لسوبرمان اللي بيحاول يتكلم مع ماكس، وبيقول انه هيقدر ينقذ ابنه لو شال عنصر الكريبتون من قدامه ويهربوا كلهم من هنا. لكن ماكس بيبقى مش مصدقه وبيقول له انه يبطل يتكلم معاه. وفي اليوم اللي بعده بيوصل لوثر ومعاه رئيس برافيا للسجن، وبيكون معاهم مالك اللي حاول يساعد سوبرمان قبل كده لما كان في المعركة مع هامر، وبيهدد سوبرمان انه هيخلص عليه لو ما جاوبش على كل الاسئلة اللي هو عايزها. ولما مش بيرد عليه بيخلص على مالك فعلا قدامه. وماكس وسوبرمان بيكونوا متأثرين جدا من اللي حصل لدرجة انهم بيعيطوا، ولوثر بيعرفوا انه هيرجع له تاني علشان يستجوبه وهيكون معاه ضحية جديدة عشان يخلص عليها لو ما جاوبش على اسئلته. وعلى الجانب التاني بنروح للويس اللي بتوصل لفرقة العدالة وبتطلب منهم انهم يساعدوها في انهم يلاقوا سوبرمان ويخرجوه من السجن، وبتحاول تقنعهم انه مش مجرم وانه هنا علشان يساعدهم، وان كل حاجة قالها لوثر عليه بتبقى كده. لكن جرين لانتر بيبقى مش مقتنع بكلامها ومصدق اللي بيتقال عليه، وبيرفض ان يساعدها هو وهوجر. فبتمشي من عندهم وهي محبطة. لكن فجأة بيجي مستر ترافيك وبيقول لها انه مصدقها وهيساعدها فعلا، وبيركبوا المركبة بتاعته وبيتحركوا في اتجاه القاعدة العسكرية للوثر لانه بيبقى عاوز يعرف مكان سوبرمان عن طريق شريحة بتحدد موقعه. ولما بيوصلوا الجنود بتحذروا انه ما يقربش للمكان والا هيخلصوا عليه، لكنه مش بيهتم لكلامهم والجنود بتهاجمه فعلا. وساعتها بيفعل درع الحماية للويس وبيبدأ يخلص على كل الجنود اللي موجودة في المكان بكل سهولة. ولويس بتبقى منبهرة جدا بقوته، وبعدها فعلا بيوصل للبوابة الزمنية وبيبدأ مستر ترافيك يستكشف البوابة، وبيحذر لويس انها في مكان خطير جدا وانهم مش هيقدروا يدخلوا. لكن لويس بتبقى مصممة انهم يدخلوا، وبيحاول ترافيك انه يستكشف المكان اكتر. وبنرجع لماكس اللي بيسأل سوبرمان لو يقدر فعلا ينقذ ابنه زي ما هو قال له، ولما بيقول له انه هيقدر بيقرر انه يخفي الكريبتون ويستخدم عنصر الشمس عشان يرجع لسوبرمان قوته من تاني. وفعلا ساعتها بيقدر انه يسترجع قوته من جديد وبيطير وبينقذ ابن ماكس فعلا. وبعدها بيحرر كريبتو وبيبدأ يدور على طريقة يخرج بيها من السجن. لكن فجأة بيجي جنود لوثر وبيهجموا عليه، وسوبرمان بيقع في نهر هو وكريبتو والطفل، وبيحاول ينقذ نفسه بدون ما يأذي ابن ماكس. وماكس بيقدر انه يخلص على الجنود وبيروح علشان ينقذ ابنه. وسوبرمان اللي كان هيتسحب في ثقب اسود وفعلا بيقدر انه يساعدهم، وسوبرمان بيخرج هوا من بقه وبكده بيقدر يخرجوا من الثقب بسلام. وساعتها بيوصل مستر ترافيك ولويس للسجن وبيقدروا انهم يخرجوا على اخر لحظة قبل ما تتدمر البوابة بالكامل. وبيكون جسم سوبرمان كله سم بسبب الكريبتون اللي تعرض له، ومستر ترافيك بيطلب منه انه يرتاح عشان يقدر يتعافى من السم اللي فيه. وبيطلب من لويس تاخده لمكان امن وبيديهم المركبة بتاعته، وبيفضل هو في القاعدة العسكرية وماكس وابنه بيمشوا هما كمان من المكان. وبعدها لويس بتاخد سوبرمان لبيت ابوه وامه بالتبني، وهناك بيطمنوا عليه انه بخير. وبنروح لجيمي اللي ايف بتكلمه وبتقوله انها جابت كل المعلومات اللي هو عاوز يعرفها عن لوثر وبتبعتها له فعلا، لكن بيستغرب لما بيلاقيها انها مجرد صور ليها. وساعتها بيكلم لويس وبيقول لها وكمان بيبعت لها الصور اللي ايف بعتتها له. لكن لويس بتكتشف انها مش صور عاديه زي ما جيمي فاكر، وبيطلع انها مصوره كل مخططاته. وبكده لويس بتعرف كل حاجه وبتروح بعدها للوثر اللي بيعرف بكل اللي حصل، وبيبقى متضايق جدا من هروب سوبرمان وبيحاول انه يصلح البوابه اللي دمرها من جديد، وفعلا بينجح انه يصلحها. ومستر ترافيك بيحاول يوقفها لكنه مش بيقدر، وساعتها بيحصل شرخ كبير في الارض والبوابه بتتمد لبره. وفي تاني يوم بيصحى سوبرمان وبيكون باين عليه انه اتحسن، وبيطلع يقعد بره مع ابوه اللي بالتبني اللي بيواسيه بسبب انه بيبقى باين عليه الزعل بسبب الرساله اللي متسجله من اهل الاصليين لانها بتطلع حقيقه فعلا، وبيبقوا باعتينه لكوكب الارض علشان يسيطر على العالم. لكن ابوه بالتبني بيقول له انه ملوش ذنب في كل ده وان الاهل مش موجودين عشان
علشان يتحكموا في ولادهم ولا كمان في قراراتهم، لكن موجودين علشان يساعدوهم انهم يشكلوا قرارات بنفسهم، وبيعرفوا ان هو بس اللي قادر يتحكم في افعاله على حسب اللي هو حاسه من جواه، وبيعرفوا انه فخور بيه وانه انسان كويس. وساعتها امه بتيجي وبتطلب منه انه يجي يشوف الاخبار بسرعه، واللي بتكون بتذيع الحرب ما بين دوله برافيا ودوله جرامبور. وبنشوف هناك طفل صغير بيرفع علم سوبرمان وبيكتب باسمه هو وكل الناس علشان يجي وينقذهم، وكل الناس بتبقى بتتابع اللي بيحصل، حتى كمان فرقه العداله. وساعتها مستر ترافيك بيتواصل مع سوبرمان وبيعرفوا انه محتاج مساعدته لان في شرخ كبير في الارض وهيدمر العالم كله. وبنشوف لويس وجيمي وهم مع رئيسهم في الجريده، وبيعرفوا ان لوثر كان متفق مع رئيس برافيا انه يهجم على جرامبور علشان يلهوا سوبرمان بيها، بمعنى ان الحرب كلها طلعت خدعه علشان يخلصوا من سوبرمان. وبيوروا له كل مخططات لوثر اللي بعتتها ايفا، وبكده بيكون معاهم دلائل تفضح لوثر قدام العالم كله. ومستر ترافيك بيحاول يوقف الشق اللي في الارض لكنه مش بيعرف وبدا يتطور جدا، والشرطه بتبدا تعمل اخلاء للمواطنين اللي قريبين من الشق، لكن الشق بيكون بيتمدد بطريقه سريعه جدا في كل الكوكب وبيدمر كل المباني، وبيكون في حاله فوضى كبيره جدا في الشوارع، وكان في مبنى هيقع على كوبري ويموت ناس كتير، لكن ساعتها بيظهر سوبرمان وبيلحقه قبل ما يقع على الناس. ومستر ترافيك بيجي وبيقول له ان الكود اللي هيوقف الشق ويقفله تاني موجود مع لوثر. وقبل ما سوبرمان يتحرك على لوثر بنلاقي هامر بيهجم عليه وانجيلا بتهجم على مستر ترافيك، ومن شده التصادم بيفقد الوعي، وبيبدا هامر وانجيلا يهجموا على سوبرمان. وسوبرمان بيكون متفوق في البدايه بس لوثر بيتحكم في هامر بتركيز وبينجح انه يضرب سوبرمان كتير، وانجيلا كمان بتضرب عليه ضربه قويه وبتخرج ماده من جسمها سامه وبتخش في جسم سوبرمان، وبيبدا يبان على اجهزه لوثر ان الماده اللي عملتها انجيلا بدات تملى رئه سوبرمان وانه قرب يموت، بس سوبرمان بيطير لفوق علشان يحاول يخرجها من جسمه، بس برضه انجيلا وهامر بيطيروا وراه ويفضلوا ماسكين فيه وبيضربوه لغايه ما الماده تستحوذ على كل جسمه ويموت. وفعلا بتبقى استحوذت على كل جسمه وكان قرب يموت، بس بيفاجئهم كلهم لما بيلاقوه انه غير مسار جسمه ونازل تاني على الارض بسرعه خياليه. ومن شده التصادم انجيلا بتموت ولوثر بيتضايق جدا، وبنلاقي ان سوبرمان لسه عايش وبيخرج الماده السامه من جسمه لان انجيلا ماتت والماده ما بقاش ليها مفعول. وهامر بيقوم هو كمان وبيبقى لسه عايش، ولما بيقلع القناع سوبرمان بيتصدم لانه بيبقى نسخه تانيه منه بنفس شكله. وبكده بنفهم ازاي لوثر قدر يدخل قلعه العزله، وده بسبب انه معاه نسخه تانيه من سوبرمان. وبيعرفوا انه عمل هامر من شعر سوبرمان وقعت منه قبل كده في معركه قديمه ليه، وخد منها الحمض النووي الخاص بسوبرمان وعمل منه نسخه مطابقه منه وفيها نفس الحمض النووي بتاعه. وكمان بيضايقوا اكتر وبيعرفوا انه ادى امر لرئيس برافيا انه يهجم على شعب جرامبور ويقتل الاطفال اللي هناك. وفعلا في نفس الوقت ده بنلاقي الدبابات بدات تخش للقطاع وانها هتعمل اباده لكل شعب جرامبور، ولوثر بيبدا يتحكم بهامر وبيطلع شعاع على سوبرمان وبيفضل يضرب فيه. وفي الناحيه التانيه جيش برافيا بدا يعمل اباده للشعب وبيضرب عليهم، وعلم سوبرمان بيسكت كاعلان لهزيمته. وفعلا بنلاقي سوبرمان مهزوم قدام هامر بس بيستجمع كل قوته وبيقاوم وبيضربه، وسوبرمان بيتفوق عليه المره دي. وفي الناحيه التانيه برضه بنلاقي الطفل بيرفع علم سوبرمان من تاني وكأنه بيتمسك باخر امل لانقاذ شعبه، وكان لسه حد من الجيش هيضرب على الطفل بس بنلاقي انه اتعمل جدار حمايه عليه. وبنتفاجئ بان فريق العداله جايه للحرب علشان ينقذ الشعب، وكمان بنشوف ماكس اللي كان مع سوبرمان في السجن وهو جاي معاهم علشان ينقذ الشعب، وهو والفريق بيخلصوا على كل الاسلحه وجيش جرامبور بكل سهوله. والرئيس هو كمان لما لقى نفسه بيتهزم كان بيحاول يهرب، بس هوك جيرل بتيجي وبتمسكه وبترميه من مسافه بعيده وبتخلص عليه. وسوبرمان وهامر بيكونوا بيتقاتلوا بطريقه صعبه جدا، وهامر بيكون متفوق على سوبرمان وبيضربه ضربات قويه وبيطلق عليه شعاع من عينه، بس ساعتها سوبرمان بيستدعى الكلب الخارق كريبتو وبيجي وبيهجم على هامر، وسوبرمان بيقوم من تاني وبيخلي كريبتو يكسر كل كاميرات لوثر علشان ما يعرفش يتحكم بهامر بسهوله زي دلوقتي. وساعتها سوبرمان بيفضل يضرب في هامر وبيكون متفوق عليه جدا، ولوثر لما بيحس انه بدا يتهزم بيبعت فرقه الرابتورز لسوبرمان، بس قوه سوبرمان بتكون اقوى منهم بكتير وبيطلع شعاع من عينه وبيهزمهم كلهم بكل سهوله. وهامر بعد ما فاق بيهجم تاني على سوبرمان، بس سوبرمان بيعرف يقاومه وبيضربه تاني وبينفيه في الثقب الاسود وبينجح انه يخلص منه اخيرا. ومستر ترافيك بيجي لسوبرمان وبيروحوا لوثر عشان يوقفوا الشق لانه بدا يدمر الكوكب كله، وفعلا بيهجموا على المركبه اللي هو فيها، ومستر ترافيك بيروح للجهاز علشان يوقف الشق، ولوثر بيكون جواه غل وحقد كبير جدا لسوبرمان وبيقول له ان فضائي ومش بينتمي ليهم، بس سوبرمان بيزعق فيه وبيقول له انه زي اي بشري وعنده مشاعر وبيحب وبيخاف وبيغلط وانه مش مختلف عن البشر. وهو بيتكلم الكلب كريبتو بيهجم على لوثر
وبيفضل يعض فيه. وفي الوقت ده مستر ترافيك بيكون نجح انه يوقف الشق وبينقذ العالم والارض بترجع تاني لطبيعتها. ولويس وجيمي بينصروا كل مخططات لوثر وبيثبتوا للعالم انه كان بيتعاون مع رئيس دولة برافيا علشان يخلصوا من سوبرمان، وانه كان قاصد انه يشوه صورته قدام الناس. والاخبار كلها بتذيع كل المخططات دي وبتعتذر لسوبرمان، والشرطة بتيجي وبتقبض على لوثر وبتسجنه. وشعب جرامبور بيحيوا فريق العدالة انهم انقذوه، وبيبان ان ماكس انضم ليهم. وفي الاخر بنشوف سوبرمان وهو في قلعة العزلة بعد ما رجعها تاني زي الاول، واخيرا بيرتاح تاني وبيفضل يتفرج على ذكرياته زمان. وبس كده فيلمنا خلص. فياريت لو كملت الفيديو لحد هنا فياريت تعمل ايموجي باللي انت شايفه على الشاشة ده عشان بس اعرف كام واحد كمل الفيديو لحد الاخر. وكل نقاد الافلام بيقولوا ان فريق عمل سوبرمان كان قصده يعمل اسقاط للي بيحصل لاخواتنا بس باسامي دول مستعارة، فده فعلا لو قصدهم يبقى حاجة كويسة جدا علشان يعرفوا كل العالم الحقيقة. وبس كده في الاخر فياريت تعمل سبسكرايب اللي هو اشتراك يعني، وتفعل زر الجرس اهم حاجة علشان لما انزل فيلم فانتاستيك فور يجيلك اشعار بيه. هو خلاص عامة قرب ينزل يعني، وان شاء الله هنكون من اوائل الناس اللي هتنزله. وياريت فعلا تقدر كل التعب ده وتعمل لايك للفيديو عشان ده بيفرق معانا جدا. وبس كده نشوفكم في فيلم جديد ويلا سلام.